النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الخلاط الجميله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هشه جدا وجميله جدا. بطريقه سهله جدا بمكون واحد سري هيخلي الكيكه بتاعتك في منتهى الجمال. مش هتبوظ منك خالص. لو انت اول مره تعملي كيكه ولسه اول مره تتعلمي، صدقيني الطريقه دي حلوه جدا. هتعمليها ومش هتبطلي ان انت تعملي الكيكه تاني، بسبب ان الطريقه دي جميله جدا بتنجح مع اي حد ان شاء الله. يلا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا. بس يا ريت ما تنسوش بقى تحطوا لايك، واللي لسه اول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديده. ويلا نبدا ونقول بسم الله. يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الحلويات عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. النهارده بقى احنا هنعمل مع بعض الكيكه اليوميه بتاعه الشاي بتاعه الفطار، بطريقه حلوه جدا بمكون واحد سري. هيخلي الكيكه بتاعتك ناجحه وياكي على طول ان شاء الله. مش هتخافي ابدا ان انت تعملي كيكه تاني، والكيكه هتطلع وياكي ناجحه جدا ان شاء الله باذن الله. وهتحبي على طول ان انت تعمليها. انا مني واحده ما اقدرش استغنى عن الكيكه دي في البيت، بالخصوص في الشتاء، علشان خاطر انتوا عارفين بقى الشتاء الاولاد بيبقوا محتاجين حاجه كده ياكلوها الصبح ياكلوها بالليل. لازم يبقى في حاجه كده موجوده، واسهل حاجه واسرع حاجه وطبعا بتبقى مفيده جدا اللي هي الكيكه. احنا هنعملها النهارده مع بعض ان شاء الله بطريقه سهله جدا ومكونات سهله جدا، وتابعوني علشان خاطر انا مش هقول على المكون بتاعنا دلوقتي، انا هحطه في الاخر. اول حاجه معانا هنا 2.5 كوب دقيق، معانا 2 كوب زبادي من العادي خالص اللي هو بتاع السوبر ماركت، اللي هو يعني في مقدار 2 كوب في مقدار 5 معالق، 5 معالق كبار اللي هو بتاع الطعام. معانا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع مية سخنة مش مغلية، سخنة بس ومش باردة، هي سخنة. معانا معلقتين نشا، وكوباية ونص سكر. المج ده بياخد وياه كوباية ونص سكر. كل المكونات اللي ويايا متعايرة بالمج ده. المج العادي بتاع الشاي ده انا معايره بيه دقيق ومعايره بيه السكر ومعايره بيه الزيت. كل المكونات اللي معايا لازم تكون متعايره بمج واحد علشان خاطر الكيكه تطلع وياكي ناجحه. دلوقتي بقى الكيكه بتاعتنا دي تقدري تعمليها في الخلاط، تقدري تعمليها بالمضرب الكهربائي، تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي زي ما انت عايزه. انا هاخد كل المكونات السايله اللي معايا دي هضربها في الخلاط مع طبعا السكر والفانيليا. هضربهم كويس جدا في الخلاط مع استمرار الضرب كده تقريبا 10 دقايق، وبعد كده هنرجع نشوف احنا هنعمل ايه عشان خاطر نحط المكون السري بتاعنا اللي هيخلي الكيكه ان شاء الله وياكي ناجحه جدا. وهتطلع وياكي يعني في منتهى الجمال. احنا ضربنا المكونات بتاعتنا كلها السايله في قلب الخلاط اهو مع السكر والفانيليا. دلوقتي الدقيق اللي معانا منخول مرتين، اهم حاجه يكون الدقيق منخول مرتين، وهننخله كمان مره تالته. وده برضو سبب من اسباب ان الكيكه بتطلع وياكي ناجحه ان شاء الله، ما بتهبطش منك بالشكل ده كده. نخل الدقيق 3 مرات بيدي للكيكه بتاعتنا هشاشه وطراوه حلوه جدا. هننخل بقى وياه البيكنج باودر. ثانيه بس افتحه، او اللي حابب يحط كيك شيف. والنشا، معلقتين النشا. بالشكل ده كده. احنا كده نخلنا كل المكونات الجافة معانا
نبدأ بقى نشتغل بالمضرب اليدوي على ناحية واحدة. يعني ما تضربيش كده وبعدين تضربي كده، لا، طالما بدأتي كده خليكي كده لحد ما توصلي تدخلي الدقيق كله في المكونات السايلة بتاعتنا، علشان خاطر الكيكة بتاعتك ما تبص منك. احنا لسه لحد دلوقتي ما قلناش على المكون اللي هو هينجح ويانا الكيكه بامر الله، هيخليها حلوه جدا وناجحه وهشه، وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها بعد ما تعمليها بالمكون ده. دلوقتي بقى المكون السري بتاعنا، وضروري ان انت تحطيه في الاخر، اللي هو ايه؟ ليمونيه واحده، تعصريها كده على الخليط بتاعك بتاع الكيكه، بتتحط اخر حاجه. بعد كده بنقلب وياها الكيكه وننزلها في الصينيه على طول. ودي الليمون ده ان شاء الله باذن الله بيخلي الكيكه وياكي ناجحه جدا، وهيخليكي تحبي ان انت تعملي كيكه على طول بامر الله. لو انت بنوته لسه مستجده في المطبخ، في بنوته بتبقى نفسها تخش تعمل كيكه وخايفه علشان خاطر لحسن الكيكه تبوظ منها، انا بقول لها لا، اعمليها بالطريقه دي وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه جدا، وهتحبي تعمليها على طول وتشجعي كده وما تخافيش من حاجه. عادي، كلنا كنا بنبوظ في الاول، مفيش حد طلع كده بيعرف يعمل كل حاجه، لازم نبوظ شويه ونعمل حاجه كويسه شويه يعني، علشان خاطر نتعلم. لازم نمر بكل حاجه. دلوقتي بقى احنا معانا صينيه اهي، فرشينها بورق زبده ودهنين الورق بالزبده. دلوقتي انا ما عنديش قالب اللي هو بيبقى مفتوح من النص ده، عشان خاطر لو انت حابه الكيكه هتبقى. احنا هنحط في الصينيه بتاعتنا كده في النص كوبايه، ما تخافيش الكوبايه مش هيجرى لها اي حاجه. وهننزل العجينه بتاعتنا حوالين الكوبايه كده بالشكل ده كده. الكيكه بتاعتنا هتدخل على درجه حراره 180، هتقعد وياكي في الفرن بالظبط 40 دقيقه. ما تحاوليش تفتحي عليها الفرن قبل ال 40 دقيقه علشان خاطر ما تهبطش منك. معلش يا جماعه، بنتي بس وقعت حاجه من ايديها. ننزل كله كده بالاسباتيلا، نحاول نخليها متساويه كده في الصينيه. دلوقتي الفرن بتاعنا طبعا متولع من قبل ما اشتغل عشان يحقق درجه الحراره المطلوبه، عشان خاطر الكيكه ما تهبطش. ده برضو من اسباب النجاح بتاعه الكيكه، ان انت تولعي الفرن قبل ما تشتغلي في الكيكه. هدخلها بقى الفرن وهوريها لكم لما تطلع من الفرن هيكون شكلها عامل ازاي، وهتبقى هشه قد ايه. الكيكه بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها حلو قوي ازاي. طبعا قبل ما اطلعها من الفرن اختبرتها بخلة اسنان او بخلة شيش طاووق، اللي متواجد عندك تقدري تختبريها بيه. الخلة طلعت نظيفه معانا كده. لو مش عندك خلة اسنان او خلة شيش طاووق، ممكن تختبريها بسكينه رفيعه. خلاص دخلتي السكينه وطلعتيها طلعت نظيفه معاكي، يبقى الكيكه بتاعتك استوت وبقت كويسه جدا. دلوقتي بقى هنطلعها من الصينيه ونقطع لكم منها حته كده ونوريها لكم هتكون عامله ازاي. طلعناها اهو من الصينيه وشلنا منها الورق. طبعا هنقطع بقى منها حته كده، وعلى فكره هي لسه سخنه، انت المفروض لو هتعملوها ما تقطعهاش سخنه كده. انا بس بقطعها لكم عشان اوريها لكم، اوريكم هي قد ايه طريه وهشه وجميله من جوه. وطبعا الزبده اللي احنا حطيناها
مش مخليه الكيكه بتاعتنا لازقه خالص. هي المفروض ما تتقطعش سخنه عشان ما تتفرفتش منك، بس انا حبيت اقطعها عشان اوريها لكم. شايفين قد ايه هشه وجميله من جوه، وكمان لما تبرد هتبقى اجمل، حلوه جدا. يا ريت بقى تجربوها على طريقتي، وصدقيني مش هتبطلي تعملي كيكه تاني بعد كده، ولا هتخافي من عمايل الكيكه خالص. كيكه الخلاط دي اسهل مما يمكن. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بس بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك، واللي لسه اول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديده. واشوفكم في فيديو جديد بألف خير، والسلام عليكم.